قسوة حماتي وجبروتها عليا وصلني لطريق الشيطان من دون ما أحس، وأول حد اتأذى هو ابنها. قصتي بدأت من ساعة ما دخلت بيت جوزي. أنا ميار، عندي 32 سنة، اتجوزت من حوالي سنة ونص تقريبا، وزي ما انتوا سامعين كده أنا متجوزة من فترة قريبة، يعني متجوزة كبيرة. ودي كانت أول مشكلة قابلتني في الجوازة دي، لأن حماتي من يوم ما دخلت بيتنا وهي شايفة إني كبيرة في السن ومنفعش للجواز. أنا لسه فاكرة أول يوم لما شافتني وشها اتغير وميلت على ابنها وقالت له بصوت واطي، هو فاكرة إني مش سامعة: يا ابني، دي شكلها باين إنها كبيرة في السن، يعني دي بعد 3-4 سنين هتمشي جنبك الناس تفتكرك ماشي مع عمك يا هبل. رد وقال لها: يا ماما عيب الكلام ده، وبعدين مش وقته، احنا في بيت الناس. لكن هي ما سكتتش وقالت له: انا قلت لك من الاول بلاش الجوازة دي. كنت حاسة اني بموت من جوايا ومش قادرة اسمع اكتر من كده، فقطعت كلامهم وقلت لها بابتسامة مصطنعة: اشربي العصير يا طنط. ساعتها ابتسمت في وشي ابتسامة خبيثة، ولقيتها بتقول: ما احنا شربنا خلاص يا حبيبتي. كنت هموت من الغيظ، كان هان عليا اقوم واصرخ في وشهم واطردهم برا البيت، بس ماما كانت بتبصلي بصة انا عارفاها كويس. ما هو ماما وبابا دايما شايفين اني بطفش الارسال واني السبب في عدم جوازي لحد دلوقتي، وبيلوموني على حاجات انا ماليش ذنب فيها. بصراحة انا برفض ارسال كتير ما اقدرش انكر، بس حطوا نفسكم مكاني. يعني مثلا عريس من الارسال اللي رفضتها كان بخيل جدا، ولما بيخرجني كان بيقعد يحسب صرف قد ايه في الخروجه، وساعات كان بيبقى متضايق من الفلوس اللي صرفها، وساعات كان بيبقى مبسوط بس بيقعد يعايرني بيها. بذمتكم ده واحد ممكن كنت أعيش معاه؟ ولا التاني اللي كان طول ما هو قاعد معايا عمال يكلمني عن مغامراته القديمة مع البنات؟ ولا التالت اللي شغله واخد كل تفكيره لدرجة انه نسي ميعاد خطوبتنا وكان فاكر ان لسه باقي يومين؟ ردوا انتوا بالله عليكم، بقى دول ناس ممكن اوافق عليهم؟ اكيد لا طبعا. بس انا عذرة بابا وماما، ما هم برضو نفسهم يفرحوا بيا، خصوصا ان ما بقاش فاضل غيري بعد ما كل اخواتي البنات والصبيان ما اتجوزوا. وعشان كده انا قررت استحمل كلام حماتي يومها، على الاقل المرة دي العريس ما فيهوش عيب، ولو على قد حماتي هستحمل لحد ما اتجوزه وبعدها يحلها الحلال. ده اللي قلته في نفسي يومها، لكن كنت غلطانة. المهم اتخطبت انا وكريم، والحقيقة كان انسان في غاية اللطف، شاب محترم وجدع، وعمري ما شفت منه حاجة وحشة، وما اقدرش انكر اني اتعلقت بيه جدا وحبيته. بس مع الوقت بدأ كلام حماتي اللي كان بيتقال بصوت واطي يتقال قدامي من غير كسوف. حتى في مرة كنت بره انا وكريم وطلب مني اروح معاه نسلم عليها، واول ما قعدنا لقيت كريم بيفاجئني، ولقيته بيقول: ايه رأيك يا حبيبتي نعمل الفرح الشهر الجاي؟ رديت وقلت له بصدمة: ايه الشهر الجاي؟ قال لي: ايوه، فين المشكلة؟ قلت له: مفيش مشكلة ولا حاجة، بس انت فاجئتني يا كريم، وبعدين في شوية حاجات لسه محتاجة ان اشتريها. ساعتها اتكلمت حماتي وقتها وقالت: معقولة عندك 30 سنة ولسه ما خلصتيش جهازك؟ ده انا بنتي اتجوزت وهي 21 سنة وكنت مخلصة لها كل حاجة. ساعتها حسيت بالحرج، وفي نفس الوقت كنت عايزة أقوم أتخانق معاها، لكن مسكت نفسي وقمت وقفت وقلت لكريم: لو سمحت يا كريم، أنا اتأخرت ولازم أروح. كريم كان مرتبك وعارف إني زعلانة، وعشان كده قام وقف وقال لي: حاضر يا حبيبتي، اهدي واستني أنا هروحك. وإحنا مروحين في الطريق قعد يعتذرلي عن كلام مامته، وطلب مني أتحملها لحد ما نتجوز، ووعدني إن كل ده هيخلص بمجرد ما يتقفل علينا باب واحد، وبعدها حياتنا هتبقى مقفولة علينا أنا وهو وبس. بصراحة بعد كلامه هديت شوية، وحسيت إن مفيش داعي إن أكبر الموضوع، ومفيش حاجة، أستحمل الشهر ده وخلاص. وعدى الشهر فعلا واتجوزنا أنا وكريم. كنت فاكرة إن لما نتجوز الحياة هتكون هادية وجميلة،
لكن من أول يوم وبدأت المشاكل. وده لما صحيت يوم الصباحية أنا وهو على صوت خبط جامد جدا، وساعتها كريم فتح الباب واتفاجئت إن اللي بتخبط حماتي. بصيت في الساعة لقيتها 9 الصبح. اللي جايبها الصبح بدري كده. مفيش دقايق بعدها وكريم دخل الأوضة وقال لي إن مامته قاعدة بره في الأنتريه. بصراحة ما قدرتش أخبي انزعاجي من الموقف، وقلت له بتلقائية: هي إيه اللي جاب مامتك دلوقتي؟ زعل من كلمتي بس ما ردش عليا. كل اللي عمله إن قفل وشه وطلب مني ألبس واخرج أقابلها. بعد كده سابني وخرج بره. كنت متضايقة عشان زعلت كريم، لكن برضه متضايقة من الموقف اللي هي عملته. وبيني وبين نفسي قلت أنا ما ينفعش أنولها اللي هي عايزاه، هي أكيد جاية النهاردة عشان تبوظ فرحتي. قمت لبست هدومي وخرجت لهم بره، وعلى باب الأنتريه خدت نفس عميق ورسمت ابتسامة واسعة على وشي قبل ما أدخل. ولما دخلت قابلتها مقابلة الفاتحين. كانت مستغربة من طريقتي، أما كريم فكان مبسوط جدا، ودي حاجة فرحتني، وهي إن قدرت أنسيه الكلمة اللي زعلته مني. حماتي بقى كانت بتفرك على أي حاجة عشان تضايقني، لكن أنا ما اديتهاش فرصة. ده أنا دخلت عملت فطار وحلفت عليها تفطر معانا. بس لما لقيت إن خطتها فشلت خدت بعضها ونزلت من غير ما تفطر. وبعد ما مشيت اعتذرت لكريم على اللي قلته، وفهمته إن كنت لسه صاحية ومش مركزة، وهو قبل اعتذاري وصدق بدليل المقابلة اللي قابلتها لحماتي. وعدت الأيام وشهر العسل، وبدأنا نروح نزورها بحكم إنها قاعدة لوحدها وملهاش غير كريم وأخته سماح. وسماح كانت متجوزة هي كمان، فقرروا إنهم يقسموا الأسبوع ما بينهم هما الاتنين. سماح بتروح 3 أيام وأنا وكريم بنروح 3 أيام. طبعا الوضع ده مش مريح لأي واحدة لسه في بداية جوازها، بس أنا ما كانش فارق معايا وكنت بعملها كأنها أمي. لكن المشكلة إنها برضو ما قدرتش ده، وبقت كل شوية تتخانق معايا على التافهة قبل الكبيرة. ست ما بيعجبهاش العجب، وفضلت صابرة ومستحملة لحد ما عدت أول سنة. وبما إن عدت أول سنة وأنا ما جبت سيرة أطفال، يبقى ما خلفتش. ودي بقى كانت أكبر مشكلة وقعت فيها، وده لأنها ما بطلتش زن في الموضوع ده. كل شوية تسأل إذا كنت حامل ولا لأ. ولما تميت السنة بدأت تتكلم على حاجة تانية خالص، وبدأت تزن على كريم إنه يتجوز، حتى من غير ما نعمل تحاليل ونشوف العيب مني ولا منه، ولا إن مفيش عيب أصلا وده مجرد تأخير طبيعي. الحمد لله كريم ما سمعش كلامها. طبعا كل ده ما كنتش بحكيه لأمي، لكن لما الكل طفح والموضوع زاد عن حده قررت أقول لها على كل حاجة. بهدلتني لما عرفت وزعقت معايا وقالت لي ازاي سكتي كل ده وما قلتليش. وساعتها قلت لها طيب اديني عرفتك اهو يا ماما، قولي لي بقى الحل ايه. قالت لي انا عندي حل يخلي الست القرشانه دي تبعد عنك. قلت لها بلهفه الحقيني بيه بسرعه بوس ايدك. قالت لي انا عارفه واحد مبروك. قطعتها بسرعه وقلت لها لا يا ماما لا، انا مش همشي في السكه دي. ردت وقالت لي يا بنت اسمعي بس، الراجل ده مش هيعمل حاجة أكتر منه هيبعدها عنك انت وجوزك، وهيخليها تشيل موضوع الجوازة التانية دي من دماغها وتحل عن راس جوزك. اسمعي كلامي وانت هتكسبي. وفعلا بعد كام يوم أمي عدت عليا ورحنا له، ويومها فهمت كريم إن راحة مع ماما نشتري شوية حاجات، ووصلنا لبيت الراجل ده. لما دخلنا حسيت قلبي مقبوض ومش قادرة أتلم على أعصابي. هو ما كانش عامل ديكور زي اللي بنشوفه في الأفلام، بالعكس كان بيت عادي جدا، والراجل نفسه كان لابس قميص وبنطلون وحالق دقنه، يعني ما فيش أي حاجة في المكان تخوف. لكن أنا قلبي كان مقبوض. وأول ما قعدنا وبدأ يتكلم وقتها حسيت بالرعب. صوته كان تخين ومرعب، وفي وسط الكلام لقيته بيتكلم مع حد مش شايفاه. ولما سألته بيكلم مين ما ردش عليا وكمل كلامه مع اللي بيكلمه. المهم إنه يومها اداني إزازة وقال لي أحط منها على الأكل اللي حماتي بتاكله، وهي مرة واحدة ومن بعدها مش هتضايقني تاني. خدت منه الإزازة وحطيتها في شنطتي، بعدها حسبته ومشينا.
ولما روحت البيت لقيت كريم قاعد مستنيني لأني اتأخرت. اعتذرت له على التأخير ودخلت عملت له الأكل. وأنا واقفة في المطبخ كنت بفكر هعمل إيه. خلصت الأكل وحضرت السفرة، وإحنا بناكل قلت له: بقول لك إيه يا كريم، إيه رأيك نعزم مامتك بكرة على الغداء؟ رد بفرحة وقال لي: دي فكرة حلوة جدا. تصدقي أنا كنت لسه بفكر في نفس الفكرة. قلت هو بدل ما نروح ونيجي كل يوم نجيبها ال3 أيام بتوع الأسبوع ده عندنا. وبيني وبينك أنا عندي شغل كتير جدا ومش هبقى فاضي أروح وارجع كل يوم. ابتسمت وقلت له: خلاص كلمها بعد الأكل واعزمها فورا، ولا أقولك هعزمها أنا. اتصلت بيها وبلغتها إن الغدا عندي بكرة، وقلت لها كمان تعمل حسابها إنها تقعد معانا 3 أيام. هي كانت مستغربة بس ردت عليا برضه بتناكة. قفلت معاها وأنا بقول في سري: كلها بكرة واخلص من طريقتك دي وتبقي زي الختم في صباعي. تاني يوم وصلت حماتي البيت على الظهر. كريم كان لسه في الشغل. سألتها أعمل لها أكل ولا لأ، لكن قالت لي لأ، هستنى كريم. حاولت أكلها أي حاجة بس ما رضيتش، واستنيت لحد ما كريم جه وحطينا الأكل. وفي اليوم ده عملت لها البصارة اللي هي بتحبها، وبعدين فتحت الإزازة اللي الراجل اداهالي. ريحتها كانت وحشة جدا. حطيت منها شوية في الطبق بتاعها وقلبت كويس قوي، وغرفت الأكل بتاعها والأكل بتاع كريم لأنه ما بيحبش البصارة. بس لما قعدنا على السفرة اتفاجئت إنها بتقول مش عايزة تاكل. حاولت أغصب عليها لكن مفيش فايدة. كريم اتحايل عليها هو كمان، وهي مصممة بتقول إن معدتها وجعها من الصبح وخايفة إنها تاكل حاجة تتعب أكتر. وقتها لقيت كريم بياخد طبق البصارة وبيحطه قدامه، ولقيته بيقول: لما دوق البصارة بتاعتك دي يا ميار، مع إني ماليش فيها. حاولت أمنعه بس هقول إيه، لو اتكلمت هفضح نفسي. وبعدين إيه اللي حصل يعني؟ ده أنا كنت عاملة لها عمل عشان تنسى موضوع إن كريم يتجوز عليا، وكمان تعاملني كويس، يعني مش هيحصل حاجة لو كريم كل مكانها. ارتحت وقعدت في مكاني، والغريب إن كريم خلص طبق البصارة كله وعجبه جدا. قمت شلت الأطباق ودخلتها المطبخ، لكن وانا جوه سمعته بيصرخ جامد. خرجت اجري على الصالة لقيته واقع على الأرض وماسك بطنه، كان عرقان بشكل رهيب. قربت منه وساعتها حسيت إن جسمه زي النار. اتصلت بسرعة بالإسعاف اللي نقلته على المستشفى، وهناك دخلوه على قسم السموم. ما كنتش فاهمة اللي بيحصل لحد ما لقيت الدكتور خارج وبيقول إن كريم كويس لكن اتعرض لتسمم، وعشان كده بلغ البوليس. ووقتها لقيت حضراتكم جايين وبتحققوا معايا، واديني اعترفت لحضرتك بكل حاجة. أنا كنت فاكرة إن اللي حطيته ده عمل من السم. أنا عارفة إني غلطانة في كل الأحوال، بس والله العظيم والله العظيم أنا مكنتش عايزاها إنها تموت أبدا، ولا كان قصدي أموت حد. وبعد ما خلصت ميار كلامها أمر وكيل النيابة بحبسها لحد ما يتأكدوا الإزازة كان فيها سم ولا لأ. وبعد 4 أيام وصل التقرير اللي أثبت إن الإزازة كان فيها لبخة من عند العطار من السم. بس واضح إن معدة كريم ما استحملتوش وتعب طبعا، وخدنا بيانات الدجال اللي ميار راحت له واتقبض عليه. أما ميار فخرجت براءة، لكن للأسف خسرت بيتها وجوزها اللي طلقها بعد ما عرف اللي عملته وعرف اللي كانت ناوية عليه. ودي النهاية الطبيعية لأي حد بيمشي في سكة الشيطان.